أهلا بكم مستمعين الأعزاء في قناة ببساطة. باسم يوسف يتجاوز الخطوط الحمراء ويوجه سيلا من الشتائم للسيسي. يناقش البرلمان المصري اليوم اتفاقية طيران وصنافير، ولوحظ أن أعضاء البرلمان المصري يرفعون علم المملكة العربية السعودية أثناء مناقشته، والذي من المفترض أنهم هؤلاء أعضاء محايدون ويفصلون في الأمر بحسب ما لديهم من وثائق ومستندات. وتسبب مناقشة البرلمان للاتفاقية اليوم في توجيه الإعلامي باسم يوسف سيلا من السباب والشتائم للسيسي، قائلا له عبر تغريدة له على حسابه الشخصي: عايز تسلم الجزرتين؟ روح بنفسك ونزل العلم المصري من عليهم وانت لابس بدلة الضابط يا. فيما رد عليه حازم عبد العظيم قائلا: العزيز باسم يوسف، اعلم حجم غضبك. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك لو عجبكم الفيديو، ومستنيين مشاركاتكم على السوشيال ميديا وتعليقاتكم من هنا، ودمتم بخير.